ملعون. اسمع، ملعون ملعون من خبب امرأة على زوجها. اسمع، ملعون ملعون من خبب امرأة على زوجها. فتخرج المرأة من بيت زوجها باكية مطلقة، أفسد الشيطان ما بينهما. ويكفي في شناعة هذه الجريمة أن الله لعن صاحبها، وأن محمدًا عليه الصلاة والسلام نفاه أن يكون منا، وأن محمدًا عليه الصلاة والسلام نفاه أن يكون منا. وهذا حسبك به يخيف الإنسان الذي لربما يلقي كلمة فتهوي به في النار، أو يلقي كلمة فتهوي في قلب زوج غافل أو زوجة غافلة فتطلب الطلاق، أو يتغير أخلاق الزوج بسبب كلمة أنت قلتها. فالكلمة قد تهوي بالإنسان إلى بعد سحيق. احذر. وبعض الأزواج مغفل، ينقل كلام أمه لزوجته وينقل كلام زوجته لأمه، فيكون ساعي البريد الشيطاني وساعي البريد نمام. ينقل الكلام هذا: أمي تقول أنك ما تطبخين، أمي تقول أنك ما تأتين، ثم تقول أمك شايفة نفسها أنا ما سويت شيء، ثم يبدأ الخلاف من بذرة الشيطان. يا أبتي يا أمي رسولي لعن من خبب امرأة على زوجها، أفسدها. والتخبيب إفساد وخداع، ومخلوط بنميمة وحسد وغيرة وغيبة، كبيرة اختلطت فيها واعتلجت فيها كل الأمراض وكل الأدواء. هو الحقد والحسد والغيبة والنميمة والإفساد بين الناس هو الذي أوقد نيران هذه في قلوب البعض. فاتق الله يا عبد الله، أصلح ما بينك وبين الناس، وحاول تصلح القلوب. وأقول للأمهات وللآباء: إذا أتت الزوجة تشتكي حبب الزوج وقولي لها ولا تنسوا الفضل بينكم. وإذا أتى الزوج يجب على الأم أن تذكر محاسن زوجته، تحاول أن تجمع بين قلبيهما، لا تعينوهم على أن يضع الشيطان خميرته في قلوبهم. ثم بعد ذلك يقع الطلاق، وهو أعظم مقاصد إبليس من الإفساد لعباد الله. ثم يتفرق هذا وتلك، والأصل كانت مشكلة بسيطة ممكن أن يجتمع الزوجان معا بعدها، لكن يجي المخبب فلا يضع عينه إلا على الزبائل كالذباب وعلى الأخطاء كالذباب، ثم تقع هذه الجريمة وهي جريمة التخبيب، ويتولد عنها نسأل الله العافية قطيعة رحم، تفريق أسر، يتم أطفال، قد كسر للقلوب.